السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من جديد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم راح نديروا مع بعضنا قبعات التخرج، الاشكال اللي نزينوا بهم المخبز والحلويات نتاعنا. بالطبع راح نستعملوا عجينة السكر كما راكم تشوفوا، راح نستعملوا اللون الاسود واللون الابيض. اللون الاسود راح نستعملوه باه نديروا به القبعات، واللون الابيض نديروا به الاشكال الباقية. هنا راح ندير كمية 50 قبعة فقط. راح ناخذ هكذايا كمية قليلة ونضيف عليها حوالي نصف ملعقة نتاع تايلوز. راح نعجن العجينة نتاعي، ضروري هذه العملية لأنه التايلوز راح يسرع عملية إنهم الأشكال نتاوعنا ينشفوا بالخف. نحاول هكذايا نعجن العجينة نتاعي. في البداية راح تكون تتقطع هنايا، راهي عادية هذه المرحلة، ضروري تتقطع هكذايا. من بعد نبقاو نعجنو حتى تولي العجينة نتاعنا مطاطية وما تتقطعش. هنا نحبسو العجينة نتاعنا ونحطو العجينة نتاعنا على جهة حتى ترتاح مدة 20 دقيقة أو 30 دقيقة، ومن بعد نرجعوا ليها. هنا كملاحظة، إذا كانت عندكم العجينة السوداء أو أي كولير تقدروا تديروا الكولير الأبيض هو الأول، ومن بعد رايح نديروا اللون الثاني، لأنه رايح يفسخ في يديكم ويبقى الكولير نتاعو. أنا راح ندير كمية من العجينة باللون الأبيض هكذايا بنفس الطريقة، نضيف عليها حوالي نصف ملعقة نتاع تايلوز ونعجنها بيديا حتى نتحصلوا على القوام المطاطي. من بعد رايح نحطوها على جهة ونغلفوها بابي فيلم، خلوها مدة 20 دقيقة أو 30 دقيقة كما قلت لكم، تريح شوية ومن بعد نبداو نخدمو بها. هنا الدور نتاع التايلوز كما قلت لكم راهو يسرع به الاشكال نتاوعنا تاع عجينة السكر ينشفوا بالخف. ايضا اصلا الجو رانا في فصل الصيف، يعني العجينة راهي تنشف لكم عادي. مي ضروري هذو الاشكال نديروهم قبل 3 ايام او 4 حتى لينشفوا مليح، باه من بعد كي نجو نديرو الحلوى نتاعنا ونجو نزينو يكونوا ديجا الاشكال نتاوعنا واجدين. هنا المول هذا نتاع السيليكون فيه الاشكال نتاع التخرج. هذوك القبعات كاينين بالانواع، كاينين زوج انواع، وكاين هذوك الرسالات نتاع التخرج ايضا كاينين زوج، والثالثة هي عبارة تهنئة. أنا حبيت نشارك معكم الأشكال باه تشوفوهم. أنا فقط استعملت الشكل هذا يلي درته الأول، مي حبيت نشارك معكم بقية الأشكال حتى تشوفوا المول وش كاين فيه. ناخذ هكذايا كمية نتاع عجينة السكر، نحطها في المكان المخصص، نضغط عليها فقط بالأصابع نتاوعي وندير رشة خفيفة من فوق في صبعي نتاع مايزينا كيما راكم تشوفوا. هنا باه العجينة ما تلصقليش في يدي لأنه الجو ساخن وهي تلصق في اليدين. نحوهم هكذايا بكل سهولة بهذه الطريقة، يعني طريقة سهلة. أنا درت هذو الأشكال في المخبز. الفيديو تاع المخبز راح يكون طويل بزاف كي نحط فيه أيضا طريقة صنع القبعات تاع التخرج. وليت قسمت الفيديو على زوج باه ما يجيش طويل بزاف. يعني الفيديو نتاع المخبز رايحين نشوفوه بعد الفيديو هذايا. هنا هذا هو الشكل الثاني اللي وريته لكم، اللي تجي فيه عبارة التهنئة فقط. أيضا رايحين نشوفوا الشكل الثالث اللي يجي على شكل رسالة مفتوحة. يعني هذو الأشكال يشدوا لكم شوية الوقت، على هذه قلت لكم لازم تديروهم قبل ب3 أيام أو 4، منها توجدوهم ومنها ينشفوا لكم بكل سهولة. كي تجوا تزينوا رايحين تلقوهم واجدين، يعني ما تحيروش. أنا الصراحة
درتها من قبل بيومين فقط، يعني كنت مضغوطة ما كانش عندي وقت بزاف. مي هكذاك ونشفولي كيما نعرفو إنها العجينة السكر راهي تنشف بالخف كي يكون الجو ساخن ماهوش كيما يكون الجو بارد، وهذيك الرطوبة تخلي العجينة ما تنشفش. هنا راح ناخذ كمية كيما راكم تشوفوا نتاع عجينة السكر السوداء، راح نستعمل اللون الأسود، حبيت نوريلكم باه تشوفوا القبعة، ومن بعد أنا نكمل بقية الأشكال على راحتي. هنا ناخذ كمية هكذايا نحطوها في المكان المخصص، ومن بعد رايحين ناخذ كمية ثانية تكون صغيرة بزاف نحطوها في هذاك الخيط نتاع الشابو. حبيت نشارك معاكم زوج أنواع نتاع شابو، كاين النوع الأول هذاك اللي درتو، وكاين النوع الثاني، ومن بعد كي نحيهم من المول رايحين نشوفوا الأشكال مع بعضنا. أنا الصراحة عجبني الشكل الأول وهو اللي اعتمدته في التزيين نتاعي. هنا راهو التزيين يبقى اختياري كل واحد والشكل اللي عاجبه. أنا هذا هو الشكل اللي عجبني الأول، وكاين هذا ثاني الشكل الثاني تجي قبعة صغيرة. هنا بالنسبة للعجينة كي تتمسخ لكم هكذايا بالمايزينا ما تخافوش منها، خليو لي شابو نتاعكم ينشفوا مليح. من بعد ما ينشفوا ديروا ورق نمسحوا به، ديروا فيه قليل جدا من المارغرين، وحاولوا تمسحوا لي شابو تاعكم راح يخرجوا يلمعوا ويخرجوا هكذايا ما فيهم ولا نقطة نتاع مايزينا. هذه كفكرة فقط باه تعتمدوها. يعني عجينة السكر مام في لي طارت اللي نزينوهم بعجينة السكر أيضا تاخذوا القليل من المارغرين وتاخذوا بابي وتمسحوا به راح تخرج لكم العجينة نتاعكم نظيفة وتكون هكا تطيري. هنا بعد ما كملتهم كامل درت 50 شابو 50 لتر. راح نجيب الناكري الدوري، الناكري يكون سائل، أنا عندي هذا اللي متوفر في المنزل. راح ناخذ البنسو ونحاول ندير الناكري في هذوك الأماكن المخصصة. يعني أنا الفيديو ما حذفت منه والو، هو سهل لكن أنا ما حذفت منه والو، حبيتكم تشوفوا التفاصيل نتاع التزيين والتفاصيل نتاع العمل نتاع القبعات وليلاتر. بهذه الطريقة راح ندير الناكري. هنا بالنسبة للناكري راني درتو قبل ما نحطهم ينشفوا باه من بعد يكونوا واجدين وما نتعبش ونزيد نروح نشفهم مرة ثانية. يعني جيست كملتهم ديريكت رحت نشفتهم. هنايا أنا ما زلت ما مسحتهمش بالمارغرين، مي كي جيت نزين راني مسحتهم بالمارغرين بعد ما نشفولي مليح. بالنسبة للقبعات فقط يعني اللون الأسود، وأي عجينة سكر تكون ملونة رايحة تتمسخ لكم بالمايزينا ديروا هذه الطريقة رايحة تفيدكم وتخرج العجينة نتاعكم تلمع. لحقنا لنهاية الفيديو، إن شاء الله نشوفوا الأشكال نتاوعنا كيف ما زينت بيهم في المخبز في الفيديو الثاني. نتلاقاو إن شاء الله في فيديو جديد، وتبقاو على خير، وما تنسونيش بلايك وأبوني وتعليق مشجع، ومع السلامة.